مساء الخير اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل في اولى حلقات برنامجكم مسار، واللي فيه هنحاول بايضاح وبتمعن وبوعي نحكي لكم اكتر ازاي اقدر اخلق لنفسي مساحات ومسارات في الحياه تؤدي الى النجاح. معانا مسار او طريق لشخصيه قدرت تبدأ من الصفر، وكانت طموحة وكان عندها مقومات النجاح. طبعا بذلت مجهود جبار في بناء شخصيتها، وقدرت توصل لمساحة من النجاح والمسار الصحيح وتحقيق المسار الصحيح بنسبة يعني تفوق العامة. يعني لو الطبيعي نسبة نجاح كل 10 رجال أعمال في حياتهم الشخصية والمهنية بنقول 3-4 من كل 10، فهو من النسبة دي. معانا ومعاكم ضيفي الجميل باشمهندس عمرو صادق. خلينا نخرج فاصل نسمع تقرير ونرجع لكم تاني. زي ما شفتوا معانا واحد من أهم مصانع الصناعة اللي تخص الإضاءة في مصر، ودي إحدى شركات مجموعة طاق نور. معانا ومعاكم وهنتعرف عليه عن كسب ونسمع قصته وحكايته وبدايته في مجال الصناعة المصرية. CEO شركة طاق نور باشمهندس عمرو صادق. ازيك يا باشمهندس؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. حضرتك منورنا. ربنا يبارك في حضرتك وافتتاحيه لطيفه جدا جدا للبرنامج، ان يكون معانا شخصيه فعلا قدرت تحقق مسار صحيح في الحياه يعني، ونتمنى نكون قصتنا للناس مفيده. باشمهندس عمرو، حضرتك تمتلك مجموعه من الشركات شغاله في مجالات البناء والتطوير والاناره وتاسيس البنيه التحتيه، وده مش سهل. اعتقد احنا محتاجين نسمع القصة من البداية والمسار من البداية وزي ما نقول كده ايه،
تبدأ تدي للمستمع أو للمشاهد فكرة إزاي ممكن يكون المسار ناجح. الحمد لله رب العالمين. احنا لازم نتكلم من الأول خالص. الأول خالص هو الحلم، يعني ازاي يبقى عندك حلم، ازاي تبقى طموح، ازاي تبقى عايز. القصة بدأت معايا من وانا في ابتدائي، مش بعد كده. وانا في الابتدائي كنت شايف نفسي رايح لفكرة مختلفة، شايف نفسي عندي عربيات، شايف نفسي عندي شركات، شايف نفسي حاطط نفسك بفكر في الطفل. بفكر الطفل. وانا ماشي في الشارع ممكن من كتر ما انا بحلم وانا في ابتدائي، مش عايز اقول لك ان انا ممكن اوصل لمرحلة ان انا ممكن اخبط في حاجة. فالحلم ده كان بمعنى انك شارد في الحلم بقوة جامدة جدا. وفضلت اتعلم والحلم ده كان عشان اقدر احققه لازم اكون بجتاز التعليم بتاعي بنجاح. فالحمد لله رب العالمين كنت كل سنة ببقى من المتفوقين عشان اوصل للحلم اللي انا عايزه من الاول خالص. طيب باشمهندس عمرو، حضرتك بدأت عادي، ما كانش فيه مثلا لا ده احنا اسرة متوسطة الحال من منطقة الى حد ما متوسطة. اب فني وام مش متعلمة، لكن علموا 6 على احسن مستويات التعليم النهارده، والحمد لله اللهم لك الحمد. ال6 في مراكز كبيرة جدا النهارده في الدولة. ليه؟ لان هم كانوا شغوفين ان هم يعلموا ولادهم. ما كانوش يمتلكوا اي حاجة غير ان هم بيشتغلوا عشان خاطر يعلموا ولادهم ويتعلموا ويبقى ليهم قيمة في المجتمع. ده كان الهدف الاساسي من هذه الأسرة، ان الولاد يبقى ليهم قيمة. كل واحد بقى عنده هدف تاني، وانا ابتدي احكي لك ازاي الرحلة بدأت يعني. وبدأنا المسار وبدأنا القصة، وقدرنا من منظور الوالد والوالدة نبني جيل صالح انه يحلم وقادر انه يحقق. بالظبط. بدأت قصتك الى ان وصلت لمجموعة من الشركات تقدر تقريبا بحوالي 400 مليون جنيه. ده رقم في عصرنا الحالي يصنف نجاح. خلاص انت وصلت بالمسار بتاعك الى نهاية مجهودك الحالي. فعلى سنك، سن حضرتك صغير عمرو بيه، يعني احنا 47 سنة. ولكن من الصفر، الجامعة وما بعد الجامعة. الاول قبل الجامعه لما كنا بنتكلم في ثانوي مثلا، انا ما كنتش طموح ان اخش مثلا كليه طب، او انا ما دخلتش كليه هندسه بمجموعي. انا دخلت كليه هندسه عشان انا عايز اطلع في الفيلد ده، عشان انا عايز اكون مهندس. يعني انا مختار من زمان جدا زي ما قلت لحضرتك ان انا عارف انا رايح فين. في حته برضو مهمه ان انا عايز اقولها لك، ان انا كنت هل الطبيعي تبقى عارف انت رايح فين؟ يعني هل في سن الثانوية عامة وبداية الجامعة بتبقى عارف بدأت معاك ازاي؟ يعني ايه اللي مسكك الحلم، او صدق لك الحلم، او زقك انك تكمل وتبقى عارف ان هندسة ومنها هعمل اول شركة ومنها؟ لازم كل واحد يحط في ولاده ان هم يبقى عندهم هدف. انت عايز تبقى ايه؟ انت عايز تكون ايه؟ لازم يكون عايز حاجه. انت عايز تروح فين؟ لو هو عايز يعالج الناس وده الطموح بتاعه بس، خلاص يبقى دكتور ناجح جدا ودكتور شاطر. لو انت عايز تبقى رجل اعمال وعندك ممتلكات وعايز تكبر، فلازم تروح للطريق اللي هيوديك لده. في حته لازم اقولها لك قبل كده، اللي هو ايه؟ اللي هو وانا كنت من في اعدادي مثلا، انا محتاج ان انا اروح السوق ده، فكنت عايز اشوف السوق ده. فتره الاجازه كنت بنزل اشتغل فني مثلا كهرباء، فني سباكه، فني نقاشه. عديت تقريبا على صناعات كتيره جدا ومهن حرفيه كتيره جدا عشان اقدر اشوف المجال ده واقدر انفذه بايدي. وده فادني كتير طول عمري لحد النهارده حضرتك ما شاء الله. يعني احنا بنتكلم عن مجموعه طقنور، هي فيها مجموعه، فيها شركه مقاولات، فيها شركه تصنيع اناره، فيها شركه لاندسكيبس وبحيرات ونوافير. يعني تقريبا كل الاقسام اللي حضرتك بتتكلم عليها بقى عندك شركات. الحمد لله. اقل يعني حاجه فيها تقريبا حوالي 60-70 مليون جنيه الشركه قوامها يعني. فده اكيد زرع فيك النهى والخبره وانك بداتها من تحت. بس اي شاب في مصر النهارده بيتخرج
عايز يبدا مساره. فاحكي لي بدات ازاي بعد الكليه. انا النقطه دي مفصليه، خد بالك، لانها بتحدد بدايه المسار منين، اول السكه. اول حاجه لازم تشتغل في شركه كبيره، شركه تكون ليها قوام، شركه تكون ناجحه تقدر تتعلم منها. انا اول ما اتخرجت كان قدامي اختيارات متعدده، اخترت بينهم مجال شركه الكهرباء، شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء. ليه؟ لان الشركه دي شركه رائده في المجال، شركه عارفه بتعمل ايه كويس. اتعلمت ان المفروض المهندس او الفني او الموظف عموما لما يخش المجال بتاعه لازم الاول ياخد كورس تدريبي في مكان معهد للتدريب، يتعلم الشغل بتاعه الصح بتاعه ايه، وبعدين يتحط في هيكل وظيفي. يعني ايه يبقى فيه هيكل؟ يعني ايه يبقى فيه اداره؟ يعني ايه مدير؟ يعني ايه موظفين؟ يعني ايه ناس بتشتغل في سيستم. اشتغلت في الفتره دي حوالي سنتين متفرغ تماما. بعد كده ابتديت اخد شغل برايفت صغير جنب شغلي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا كنت بشتغل تقريبا 20 ساعه في اليوم، لان انا بشتغل جوه شغل الشركه بتاعتي وبعدين بخرج اتابع شغلي بره، فبوصل في بعض بدات الاوقات. بايه اول مشاريع تشطيبات شقق اقل حاجه في الدنيا ان انا جبت 2 فنيين، والاتنين فنيين دول كان المغامره والريسك بتاعي ان مرتبهم هو مرتبي، يعني اللي انا بقبضه بديه لهم. هنا هقف ثانيه. وانت اول شقه ليك مسكتها، أو مشروع بقى طبعا بعد الجامعه طبعا طبعا، وكان طبعا. اكيد مبلغه كان كويس بالنسبه لك ساعتها، واكيد كانت بدايه يعني مبشره. بس كنت مصدق او كنت حاسس او كنت عارف او كان عندك ساعتها ان يبقى عندك هدف اني عندي 4 5 شركات تقدر توفر الخدمات التطوير المطلوبة للمطورين العقاريين كان الحلم بالحجم ده ولا كبر في السكة؟ انا كنت بحكي لزوجتي وهي خطيبتي احنا هنروح نسكن فين ونقعد ازاي، والكلام ده كان مش موجود اصلا، وهي كانت. احنا بنوجه لها تحية لانها اكيد سندتك ووقفت في ظهرك، ووراء كل رجل عظيم امرأة وكتر خيرها يعني. الحمد لله رب العالمين. حصل اهو يا باشا. اه فكنت بحكي لها واحنا مخطوبين احنا هنقعد فين وهنعمل شركه ازاي وهنعمل ايه. كنت راسمها؟ كنت راسم. انا ببقى شايف، الحمد لله اللهم لك الحمد، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ببقى شايف الدنيا رايحه فين وببقى مصدق الحلم ده كويس جدا وبشتغل عليه. انا بحط الحلم بتاعي والرؤيه لفتره كبيره جدا قدام وبشتغل عليه. بدأت المشاريع الشخصية وخلاص، اكيد في قرار هنا اللي هو ايه، انا هسيب الشغل. مع العلم ان في مرتب، مأمن بيت، مأمن اولاد، الله اعلم الالتزامات عامله ازاي، بس انت خدت قرار اني هسيب الشغل. خدت القرار ده وانت مرتاح؟ مفيش راحه، انا ما ارتحتش طول الفتره اللي فاتت. انا فاهم انها صعبه. مفيش راحه انا اصلا. بتكلم على نقطه معينه. انا النهارده واحد خدت القرار وانا هسيب مقتنع. وظيفه. لا مش قصدي كده كمان بالظبط، هوضح لحضرتك. انا اقصد ايه، انا هسيب الامان واروح لعدم الامان. انا هسيب حاجه ثابته ودخل ثابت، انا عارف الشهر ده هيجي لي اكس هصرفه. طبعا. ما هي دي النهارده دي حته بيقف عندها كل طبعا الناس. طبعا. احكي لي عنها. القرار كان صعب الاول. انا خدت قرار ان انا اعمل اجازه بدون مرتب، لان برضو لازم اتست. انا النهارده بشتغل والحمد لله بقى عندي حجم عمل. خلفيت مهندس بقى، فلازم يتست. بالظبط. اه فانا عندي حجم عمل بفضل الله عز وجل كويس، بس ما اقدرش اسيب الوظيفه. في ظرف سنه او سنه ونص كنت واخد القرار ان انا اقدم استقالتي، وده كان قرار صعب جدا عليا وعلى الاسره وعلى كل من حواليا، لان انت خلاص كده كده اجازه بدون مرتب وما عندكش مشكله وعندك بيزنس قائم. فليه بتعمل كده؟ ليه تسيب الامان؟ بس الفرق كان 180 درجه، تحول 180 درجه بعد ما قدمت استقالتي وخلاص بقيت موجود في البرايفت بيزنس بس، وما عنديش فرصه ان ارجع تاني للحته بتاعه الوظيفه او ارجع تاني للامان. وهنا بدات سلسله مجموعه بقى طاق نور الحقيقيه. بدات بايه؟ بدات بشغل مقاولات الكتروميكانيكال، لان ده كان تخصصي. انا راجل مهندس كهرباء، فبدايتي كانت معتمده على النو هاو اللي عندي، اللي انا اتعلمته ونفذته واتدربت عليه. خلينا نسمر اب كده الحته الاخيره دي. خرجنا من الجامعه، قدرنا ناخد مشاريع بجانب شغل الحكومه او الثابت. بعدين قررت لا، انا محتاج ابقى فول تايم سي او عشان اكبر المشروع بتاعي، وخدت القرار رغم الصعوبات، وبدات باول شركه ليها علاقه بالكهرو ميكانيكا.
خطر برضو صعبه. يعني اكيد احنا بنتكلم كده سنه كام؟ بنتكلم في 2008. كان حد فاهم الخدمه اللي بتقدمها؟ طبعا لان الخدمه مطلوبه، ان كان عندك مشروعات والمشروعات فيها اعمال كهروميكانيكيه محتاجين مهندس كهرباء. بس كان عندي مشكله كبيره جدا، اه ان في كثيرا من المشروعات اللي بينافسني فني بيعمل الشغل، فانت ازاي يبقى مهندس هو ده بالظبط سؤالي، ان م- ان 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 حتى لو حد عنده الفكر انه يعمل حاجه ميكانيكيه بشكل كهربائي هيجيب ايه؟ بس ما كانش فيه النوع ده من الشركات، ده اللي انا اقصده. ما كانش فيه منافسه اعتقد ساعتها، يعني انت بدأت في بحر بيسموه بلو اوشن يعني، طبعا طبعا كان طبعا. فاضي. طبعا انت ازاي تقدر تنافس حد مش النو هاو بتاعك، وازاي تقدر تحط في الفيلد في الوقت ده في 2008 ان في حاجه اسمها مهندس وشركه وشوب دروينج، والكلام ده ما كانش لسه منتشر امم بالحجم اللي انتشر في 2013 مع الوضع الجديد، ان الناس ابتدينا نروح لسوق اوروبي والتعاملات مختلفه والاستشاريين ابتدت تشتغل بطريقه مختلفه. امم لكن يعني بتحفر في الصخر لحد ما تقدر تحط لنفسك وجود، وتبتدي خلاص بالطبيعي جدا ان يبقى الاختيار ليك والاختيار الافضل ليك. امم بدات كبر الشغل شويه. مشكله الالكتروميكانيكال في الاول ان انت سب كونتراكتور، طب انا محتاج ابقى مين كونتراكتور، فلقيت ان المين كونتراكتور دايما بيبقى اعمال مدنيه، وانا ما اعرفش، انا ما اشتغلتش، انا مش مهندس مدني. فابتديت اذاكر الاعمال المدنيه، جبت الكتب وقعدت اذاكر، وقعدت مع زمايلي اللي هم في الهندسه المدنيه امم وعينت مهندسين مدنيين، وابتدت الشركه يعني كنت تاخد مهندس مشروعات. كهرباء واضطر الظروف انك تدرس مدني تاني؟ طبعا اه طبعا ذاكرت واشتغلت وعرفت كل الاعمال المدنيه عشان اقدر ادير. انا ما عرفتش عشان انفذ العمل، اه لكن عشان اقدر ادير الشغل لازم لسه اكون كنت عارف النو هاو بتاعه. لسه كنت هسأل حضرتك سؤال مهم. اثناء بقى مرورا بشركه واثنين وثلاثه وتأسيس المجموعه، اكيد حسيت ان انت محتاج تتعلم اداره، محتاج تتعلم وتدرس في مجالات مختلفه. هل انا عارف ان حضرتك بالفعل حضرت ماجستير ماجستير في ايه، في مجال ايه؟ في السكادا سيستم، اه سوبرفايزري كنترول اند داتا اكوزيشن. اه ما ينفعش اي حد يشتغل او يكبر بدون تعليم. انت اه لازم تكون كل يوم بتتعلم، كل يوم بتعرف ما قلتش كفايه كل عليا حاجه. الشغل. ما ينفعش ما اه ينفعش ما ينفعش تكبر ولا تكلم ولا تكمل بدون تعليم. مم. لازم كل يوم تكون بتتعلم في مم. مجالك، مم. وفي مجال الاداره، وفي مجال المانجمنت، وفي مجال كل المجالات، تعرف ايه اللي بيحصل. مم. انا ما اكتفيتش بالتعليم، انا سافرت دول كتيره جدا مم. عشان اشوف الناس بتعمل ايه، الناس بتشتغل ازاي. آه، حلو. من النقطة دي، لما سافرت بره وبصيت على الصناعة بره، آه، يعني أولى الشركات بتاعتك كانت إنك بتقدم خدمة، بالظبط أوكي؟ بالظبط. فسافرت بره فشفت صناعات مختلفة في مجالات مختلفة. فلا يا جماعة، إحنا ليه ما عندناش ده في مصر؟ من هنا بدأت تعمل أول مصنع ليك، اللي هو كان، طاق نور للصناعات الكهربائيه. احكي لي. احنا بدأنا قصة الصناعة في 2015. مم. اكتشفنا ان واحنا بنشتغل في مجال تنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية، مم. ان احنا في نقدر نعمل حاجة في التصنيع، ونقدر يبقى ليها ان شاء الله ادد فاليو في السوق، ونقدر نعمل حاجة كويسة. بدأنا بمنتج حاجة اسمها او ام، اوريجينال ايكويبمنت مانيفاكتشر، ان احنا نبتدي نشتري الاول كل الايكويبمنت او كل الكومبوننت بتاعت كل كل المكونات المكونات الخاصة بتاعت بالوحدة الإضاءة. بالظبط، اه ونبتدي نجمعها ونطلع فاينل برودكت باسمنا. يعني كنت بتستورد قسمها الاول بالظبط. القطع، تقفلها، تعمل منتج هنا في مصر. بدأنا بمصنع صغير مم. 300 متر، وابتدينا نعمل، والحمد لله قدرنا نعمل حجم سوق كويس، وبقى مم. علينا حجم طلب كويس. مم. وبعدين عملنا مصنع تاني في العاشر من رمضان 5000 متر. مم. النهارده الحمد لله خدنا مصنع تالت برضه في العاشر من رمضان، شركة المقاولات بتبنيه. مم. نقدر نتوسع، بنشوف بقى الطلب، بندرس الإمكانيات، بنشوف الفجوات، بنشوف لو عندنا أي مشاكل نقدر نحلها، إزاي نقدر ننتشر في السوق، مم. إزاي نقدر كمان نصدر بره مصر. كل ده نقدر نعمله. لما رحنا بره بقى مصر وشفنا دول العالم، والصين طبعا مم. رائده في المجال ده، والمانيا ودول كتيره جدا مم. بتشتغل، لقينا ان احنا ممكن نعمل ده. مم. الموضوع مش صعب. مصر بلد تقدر تعمل كل حاجه، المصريين عندهم قدره ان هم يقدروا يعملوا ويقدروا ينافسوا العالم كله. معلش انا هخش جوه دماغ عمرو وافكر. انت شفت 4 5 مكانات بره، طب يا جماعه ما نجيبهم ونبدا نصنع الكومبوننتس دي داخليا في بلدنا، ونوفر عمله
لا وكمان نصدر. ما كانش ده يعني ما كانش ده متوفر في السوق المصري، يعني مش كتير بيفكر يعني احنا مصنع من عدد مصانع قليل جدا في مصر بيصنع 95% من مكون وحدة الإضاءة هنا. احنا عدد قليل في مصر، صح كده؟ سوق مصر سوق واعد جدا، وفي لسه الدنيا طبعا بكر زي ما طبعا بيقولوا سوق يعني. مصر سوق بكر، ومصر بلد كبيره مم. وفيها حجم، اتعمل فيها حجم مشروعات من 2013 لحد النهارده، حجم ضخم من المشروعات. مم. مصر محتاجه صناعه اكتر من كده بكتير جدا هو ده يعني. اللي انا بتكلم فيه، طبعا ان طبعا انت عندك مساحه طبعا من الطلب محترمه تقدر تلبيها، بس ما فيش تصنيع. طبعا فمن طبعا هنا جت فكره انك تبدا تصنع الكومبوننتس بقى هنا. المشكله كانت في التراست، في الثقه. مم. المشكله ان العميل او الاستشاري ما عندوش ثقه في المنتج المصري، مم. فازاي تقدر تخلق ده؟ وهنا الدوله ساعدت في ده جامد جدا في الفتره اللي فاتت، ساعدت ان اعتمدوا على المنتج المصري عشان يقدر يطور من نفسه. مم. هي كل الموضوع ان انت محتاج تبتدي وتشتغل وبعدين تطور. مم. كل اللي احنا بنتكلم فيه، لو اتكلمنا من اول الحلم لاخر نقطه بنتكلم فيها، هي ان يبقى عندك نقطه بدايه، عندك قدره على الانطلاق، وبعد كده لازم تشتغل بالعلم وبالتطوير. في حاجه اسمها ريسيرش اند ديفلوبمنت، ازاي تقدر تطور من اللي انت بتعمله. احنا زي ما شفنا في التقرير من شويه، حضرتك عامل جزء خاص وجايب مكن مخصوص وتستنج اكيوبمنتس عشان تقيس مدى قوة الإضاءة ومدى جودتها وإلى آخره. يعني مش بس أنت بتهتم بالتصنيع، لا كمان أنت بتختبر المنتج بشكل علمي قوي جدا عشان تقدر تخرج منتج تعرف تصدره بره. انت لو مش هتقدر تعمل منتج ينافس المنتج الخارجي، هتنافس ازاي هتقدر تصدر بره؟ وفي منتج في الصين او في اوروبا او في اي دولة تانية معمول عليه اختبارات بنسبة 100%، الكواليتي بتاعته احسن حاجة، معمول باحسن وضع، ازاي هتقدر تنافس؟ النهاردة حضرتك لو اشتريت حاجة حتى لو كان سعرها اقل شوية، وبعد كده لقيت جودتها مش عاجباك، مش هتشتريها تاني. حصل، هتجرب مرة وخلاص. بالظبط. اهم حاجه الجوده، اهم اه حاجه عايز توصل لمنتج محترم لازم تهتم بالجوده بتاعه المنتج بتاعك، لازم تهتم بالتطوير كمان بتاع المنتج، مش الجوده بس. اه فين تطوير المنتج في المرحله اللي جايه؟ كل يوم لازم تطور في المنتجات بتاعتك. انا طبعا عارف ان احنا حضرتك اتخرجت من الكليه سنه 2001. 2001. طبعا احنا النهارده 2024، متطلبات السوق مختلفه طبعا ووجهه نظر الشباب عن مجال العمل مختلفه. وانا عارف ان حضرتك من الشباب المواكب، بل بالعكس ده انت يعني حتى انا شفت ده في المصنع لما جيت. مصنع متطور ما شاء الله ومواكب الحدث يعني، سواء كان مهنيا سواء كان شخصيا. يعني الشباب اللي خارجه للسوق جديد اهم وعايزين احلام من دي، يعني نفسهم عنده حلم وهو بادئ من الصفر. اهم حاجه الشباب انه يحط بلان لنفسه، هو عايز ايه؟ انت عايز توصل فين؟ اي حاجه انت عايز توصل لها اشتغل عليها، اسعى. السعي، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دي علشان اول حاجه نعبده، تاني حاجه نعمر في الارض. انت هتعمر في الارض ازاي؟ في مليون طريقه للتعمير في الارض. انت عايز ايه؟ اللي انت عايزه هتحققه، بس اشتغل عليه وطور من نفسك وصدق حلمك. احلم وصدق الحلم بتاعك. انا كان مستحيل، انا في ناس قالت لي لما بدأت في موضوع الصناعة ده ان ده مستحيل، في ناس قالت لي كده، قالت لي مستحيل اللي انت بتعمله ده، مستحيل يكمل، مستحيل تقدر توصل انت كنت للي من انت اوائل وصلت الناس له. اللي عملت كده. ازاي تقدر توصل لكده؟ ازاي تقدر تنافس الناس دي وانت بتبتدي من الصفر؟ لا، قدرنا الحمد لله رب العالمين. احنا النهارده بناخد مناقصات في مصر، في اكبر اماكن في الدوله، بناخد مناقصات من اكبر الشركات اللي موجوده في مصر، الشركات اللي موجوده بقالها يمكن 100 سنه. فازاي تقدر تنافس؟ لا، هتقدر بس صدق حلمك واشتغل عليه، بس اشتغل واتعب وما تزهقش وما تتعبش وما تملش. اشتغل واتعب وشد من نفسك، وان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيسيبك. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يطلعك من ازمه انت كنت مستحيل تطلع منها، بس انت عملت كل اللي عليك. بعد ما تعمل كل اللي عليك سيب الباقي على ربنا. ربنا ان شاء الله هيطلعك وهيفك لك الازمه وهيطلعك للدرجه اللي بعدها. بس اهم حاجه تبقى شايف الدور اللي انت طالع له. انا طالع فوق، لكن لو انت طالع السلم وعمال تبص تحت رجليك كل يوم هتتكعبل في سلمه. لكن لو انت طالع السلم وباصص فوق وبتقول انا هوصل، ان شاء الله هتوصل.
هتتعب وهتتكعبل وهيحصل مشاكل وهيحصل فشل. رحله النجاح اللي انا بقول لحضرتك عليها دي مرت بايام صعبه جدا، مرت بشهور، ممكن اكون بالشهر ما بنامش نتيجه قلق ونتيجه كم مشكله ضغط وكم ستريس وكم ونتيجه مشاكل بتحصل طبعا. معاك في البيزنس بتخليك ما تنامش. فعلا ممكن زوجتي واولادي يبقوا نايمين وانا اقعد بالشهر مش بعرف انام. فما فيش رحله ومش نجاح قادر سهله. تحكي بالظبط. كالعاده. باشمهندس عمرو، بجد مسار نتمنى من الشباب ان هي تتخذه كقدوه وكطريق للنجاح. وحقيقي احنا فخورين ان احنا عندنا شباب قوي الاراده وشباب قادر يحقق حتى لو كان بادئ من الصفر. انا اتشرفت بيك وحضرتك نورتنا في اولى حلقات برنامج مسار. شكرا ليك. اعزائي المشاهدين، خلينا نخرج فاصل ونرجع لكم. اوعوا تروحوا في اي حته.